أعزائنا طابت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم في كل مكان في دول خليجنا العربية. في البداية باسم أسرة البرنامج فريق البرنامج أحب أني والله أشكركم من كل قلبي على اهتمامكم، على تشجيعكم، مكالماتكم، مسجاتكم. كل ما يوصلنا منكم هو محط تقدير واهتمام، وصدقوني لو مو بتشجيعكم ولو مو بوقفتكم مع هالبرنامج والله ما استمرينا. هذا البرنامج منكم ولكم، وإحنا مجرد عملية توصيل صادقة وطنية. أشكركم جزيل الشكر، وأحب بس فقط أني أنا ألمح لكلمة اعتذار مني لكم. يمكن ذاك الأسبوع أنا شطيت شوي في بعض الكلمات والتعبيرات، والله سامحوني، غصب علي يا جماعة، يطلعوني من طوري أحيانا. شو أسوي؟ توصل لي لهني تطلع الكلمة، فسامحوني يعني مني الاعتذار ومنكم السموحة إذا كلمة يعني خدشت مسامع المشاهدين أو تعبير، والله يعني غصب علي. لكن الواحد شو يسوي قدامه هالأوادم، شو يسوي معاهم؟ على كل انتم بس انا بوصيكم ان شفتوني انا اشتطيت قصروا على التلفزيون الله يهداكم عاد. على كل حط لي موسيقى وخلنا نبدا. أبي قبل لا نبدأ الفقرة الجاية أنبهكم حق شيء. أنتم تلاحظون أن كل أسبوع الجماعة يطلعون لهم فنتة جديد ومودة جديدة وعنوان جديد. مرة الاستلقاء بين قوسين سميناه التبطح، مرة عنوان السجناء، مرة أسبوع البطحاء، مرة الطلقاء، مرة ما أدري شنو. ليش هذه الأسابيع يخترعونها وليش هالتفنتك؟ ترى مو بياي من فراغ، لا قصد سياسي، لا قصد سياسي فوضوي خطير على أمن هذا البلد واستقراره، وهو الدليل منه للداخل وللخارج وللمحيط الخليجي أن البحرين ما زالت في أزمة، وأيضا يشجعون شارعهم يعني هل مغرر بهم، هل اللي يطلعون من المدارس يشجعونهم على الاستمرار، فيخترعون لهم أسابيع ويبينون حق العالم أن البحرين ما زالت تعيش الأزمة. وأيضا هذه يعطي وقود يحرك من خلاله هالمجاميع اللي عندهم هني وهناك، ويطلعون لك عاد بهالفناتق اللي قلت لكم هالعناوين. كل اسبوع عنوان، كل ما لنا مهره ولا لنا سكينه ولا لنا قعده ولا لنا هيئه الا احنا وراها اسابيعهم. بتشوفون هالاسبوع كان اللي مضى حطوا لنا اسبوع بتصدي فيه بالحقائق والارقام والوقائع لهالاسبوع اللي ما تم احد ما تحكى فيه. في البداية بس انتم سمعوا عنوان هالاسبوع اللي انا بتكلم عنه، سمعوه من قناتهم، سمعوه بلسانهم، وبتعلن فيه الوفاق. حط لي ابو محمد. بمناسبة مرور عامين على جريمة هدم المساجد على يد أجهزة النظام في البحرين، دعت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إلى وقفة تضامنية للتنديد بهذه الجريمة. وقالت الجمعية في بيانها إن فعالياتها ستكون تحت شعار بلد الاضطهاد الديني جريمة هدم المساجد في البحرين، وهي ستقام في مقر الجمعية الرئيسي في البلاد القديم في الساعة 8 من مساء يوم غد الثلاثاء. هذه المذيعة سمعتوها؟ انتبهتوا حق تعبير خطير جدا في الخارج لما يترجم وحتى لما يوصل بالعربي، بلد الاضطهاد الديني في البحرين. الاضطهاد الديني؟ البحرين في ذمتكم، في دينكم إذا كان عندكم دين، في عقيدتكم. البحرين بلد الاضطهاد الديني؟ هذه عنوان حملتهم. تشوف شلون الحملة مقصودة ومرسومة ومخطط لها 100% من خارج البحرين. القصد أن يحركوا الخارج، دول العالم ضدنا لما يقولون بلد الاضطهاد الديني، البحرين تضطهد الدين. خافوا الله في بلادكم،
خافوا الله في حكامكم، خافوا الله في ناسكم، خافوا الله في تاريخ هذا الوطن. البحرين بلد الاضطهاد الديني، البحرين بلد التسامح الديني منذ نشأتها الأولى. أذكركم الحين بعد تطلع لي أنت يا المرزوق يا المدمور بتقول ولا كتاب قال عن التسامح الديني. الشواهد التاريخية اللي ما تقدرون تمحونها. الدير، قرية الدير، ايش معناته؟ كان هناك قرية، كان هناك دير في تلك القرية، دير للمسيحيين قبل آلاف السنين في البحرين. ايش معناته؟ وهذا الدير صار بعد ينذرون عليه سكان القرية، اللي ما تحمل تروح تشقح قبر الراهب، يسمونه قبر الراهب، واحيانا كان اسمها دير الراهب. انا اتكلم عن آلاف السنين، مئات السنين. اتكلم عن كل الاديان والطوائف والمذاهب اللي عاشت في البحرين، من مسيحيين، من يهود عاشوا في فرجانكم، في المنامه، كانوا يعيشون من ممتد من الفاضل للمخارقه، هني اليهود في ريج الحطب. يا عاد لازم الواحد وكانوا عايشين، والبحرينيين المسلمين يحتفلون معاهم في مناسباتهم الدينيه ويشاركونهم يطالعونهم. هذه كانت البحرين وما زالت هكذا. تأسست تيون يا الخمة يا اللي ما تستحون على ويوهكم وتقولون بلد الاضطهاد الديني. الحين انتوا بما فيكم اللي تستغلون الشعائر الحسينية وتستغلون عاشوراء على وجه التحديد. خلال 2 وزود وقفت الحكومة موكب، منعت الحكومة أو حرمتكم الحكومة من إجازة يومين، وهذا ما يحدث حتى في إيران ذات المذهب رسميا الشيعي أو الجعفري. إيران ما تعطي إجازة، البحرين تعطي إجازة يا جماعة يومين، وتطلع المواكب في العاصمة وفي المحرق وفي المنامة وفي القرى بكل حريته، ويحرسها الحرس، الشرطة، الحكومة تهيئ لها، والبلديات تهيئ لها، وجلالة الملك يعطيكم للحسينيات وللمآتم. هذه كلها وتقولون بدون خجل بدون حياء ان احنا بلد الاضطهاد الديني. ليش؟ هدم المساجد، أسطورة هدم المساجد، أسميها أسطورة بل هي خرافة من خرافات الوفاق، اخترعتها الوفاق وعممتها وقالت وزادت 30 و40 و50. خلوني الحين أرد عليهم بالرقم وبالحقائق، بس في البداية خل نسمع أحد قادة الوفاق هادي الموسوي شو يقول. في ملف المساجد من الجانب الحقوقي، ماذا تمثل الإدانة التي خلص لها تقرير بسيوني؟ وبرأيك هل قامت السلطة بتصحيح أو معالجة ما قامت بتخريبه من هدم لمساجد؟ يؤسفنا جدا بأن السلطة ولأنها تأخذها العزة بالإثم حاولت أن تصرح وتقول بأن ليس كل المساجد لها ترخيص أو لها يعني وضع قانوني، بينما هذا الكلام هو كلام يراد منه تصحيح الخجل والعار والشنار الذي لحق بها بعد أن ثبت لدى هذه لجنة تقصي الحقائق أن 30 مسجدا، لأنهم لم يسعهم الوقت حينما كنا نذهب معهم لإجراء هذا المسح لأن يذهبوا للباقي، وإنما اكتفوا ب30 مسجدا وأسسوا في تقريرهم لهذا العدد، بينما العدد أكبر من ذلك. هذه مقالة هادي الموسوي أحد قادة الوفاق والمسؤول عن الحقوق. والله والحقوق أنت اللي مسؤول عنها في الجمعية. تكذب أشكرة والعين ترى وتقول 30 مسجد وتستشهد بتقرير بسيوني
قثيتونا بسيوني، مللتونا، قال بسيوني، راح بسيوني، قام بسيوني، انبطح بسيوني، بل 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 بل. ليش ما فصلت يا هادي يا حقوقي يا سياسي؟ ليش ما فصلت بالضبط ايش قال بسيوني؟ ليش ما تقول الصج؟ ليش ما تقول الحقيقة يا حقوقي؟ واللي قاله بسيوني بالضبط يا جماعة كان وياي بالنظارة اليوم بعد، أنا معاي سامحوني عاد. روحوا يا جماعة حق المادة 1313. زين، يقول بسيوني كانت 5 من هذه الأماكن، 5 شفتوا 30 مخصصة لأماكن عبادة، وصدر لها أمر ملكي وترخيص بناء، يعني مستوفي الشروط القانونية لإقامة منشأة دينية، مسجد، ماتم، غيره. زين، وكانت هناك 6 مقامة على أراضي خاصة و19 على أراضي مملوكة للدولة. ومن بين هذه 19 كان هناك 2 بس حاصلين على أمر ملكي، ولكن بدون الحصول على إذن بناء. يعني أنت عندك أمر ملكي لكن ما عندك تبني. يا أخي ليش ما تطيعون القانون؟ أنتوا على راسكم ريشة، أنتوا خارج القانون تجونوا تبنون، تجونوا تسوون مسجد، ماتم، بيت، ما أدري شنو. ما يصير. أنتوا تقولون بلد القانون وبلد المؤسسات، خدت أمر ملكي. طيب وين رخصة البناء؟ الحين احنا لو بغينا نبني لنا طبيله، تمرمر واحد وهو يبني له طبيله، تدري انت وين راح؟ ما تمحد، ما راح لبلديه وشرطه ومحكمه ونيابه، بحاله طبيله وانت ومسجد ناس تصلي فيه، كهرباء ممدوده، ماي ممدود، شوت يصير يعلق شوت. يعني شلون ما تاخذ رخصه بناء وتبني؟ ليش ما قلت الصج ان 19 ما لها رخصه؟ اذا لها رخصه او امر ملكي ما لها رخصه بناء، واذا لها رخصه بناء ما لها امر ملكي. شلون ينبني مسجد او ينبني بيت؟ قلت لك طبيله بيصك فيها عليها سيارته، ما تم احد ما تدخل. زين، يقول لك بعد واحد بس حاصل على إذن بناء ولكن بدون أمر ملكي. 16 اللي بقوا من 19 لم تحصل على أمر ملكي ولا على إذن بناء. حرام عليكم، 16 مسجد بنيته بدون أمر ملكي بدون إذن بناء وتقولون هدموها. فسروها لي يعني، فسروها لي في أي قانون أي دولة. ايران كان فيكم خير، روحوا هناك وابنوا لكم هالكبير قدم في قدم، حصاه حطوا بدون امر بدون رخصه بناء. اي دوله في العالم ترضى غير البحرين؟ ورضت وقالت يا جماعه سووا، يا جماعه اخذوا رخصه، يا جماعه اخذوا امر. ما يصير تبنون وتحطون المرمر ويجي بابا سنفور ويطب ويطفح. ما يصير. تهدأوا. المادة 1314 يقول في الفقرة باء 12 دار عبادة كانت وصلات الكهرباء الوايرات والبلكات ممددة، والصرف الصحي البواليع كرمكم الله ممددة وموصلة من بيوت الجيران. قد صارت كهرباء البيت لا طاقة محددة، ايسيين 3 10. زين، اذا هذا البيت فيه 5 ايسيات يعني حق بيت حق 5 ايسيات، مددتوه حق مسجد وحطيتوا فيه 10 ايسيات، 10 مكيفات غير الليتات. ما تحترق ذي، ما تصير فيه شوت. الاوادم اللي يصلون ايش بيصير فيهم؟ الاوادم اللي راكعون واللي قاعدين يسمعون خطبة عيسى قاسم وهو يقط ويطفح، وخطبة علي سلمان المسرور، وخطبة فلان وخطبة فلتان المدمور، ايش بيصير فيهم؟ كهرباء ذي، كهرباء حاطينها حق بيت، تمددون وايرات
ويصير الضغط واللود وتالي لانقطعت الكهرباء. الحمد لله قلتوا الحكومة تقطع الكهرباء عنا ما تبينا نصلي. تقلبون الحقائق. زود لود خطر، ما في رخصة بناء، ما في أمر ملكي. 5 مساجد، هذا تقرير بسيوني، شوفوه هذا هو بعينه وعلمه. لا تقولون يا جماعة يا جماعة يا شرفاء، أوصيكم لأن قال بسيوني لا تصدقونهم. رجعوا حق تقرير بسيوني، تم توزيعه ونشره، ورجعوا حق المادة بتشوفون الكذب وبتشوفون اللوص. وأنا جبت لكم الحقائق مكتوبة ونقلا عن بسيوني اللي قال لهم بس لا تيوني مللتوني. رايحين لحطوا له 1600 و700 مسجد، قالوا الحكومة. طلع 30 منهم 5 مستوفية للشروط القانونية، 5. وللأسف الشديد بنت لكم الحكومة بدال ال5 50 وبعد مجانعين. انتم تعرفون ليش؟ انتم تبون تسوونها قضية، تبون تشوهون سمعة بلادكم، تبون تقولون اضطهاد ديني. يا جماعة ابنوا لهم برشة، والله بس برشة واحدة حق عيسى قاسم، وبدلوا المرمر ماله هذه الازرق دي، حطوا له اسود وابيض وشوفوه بيقول بس بنوا الجماعة وافتكينا. وينهم 30؟ وينهم 5 وانبنوا وللحين؟ وسويتوا لكم اسبوع وقلتوا بلد الاضطهاد الديني. ايش هالعيارة؟ ايش هالجنبزة؟ ليش تكذبون وتشوهون سمعة بلادكم؟ وين مصداقيتكم؟ أليس السياسي عنده مصداقية؟ رجل الدين، انتم تتكلمون عن مساجد، تتكلمون عن مساجد، عن جوامع، ما فيها مصداقية. ال5 تسوونها 30 وال30 تسوونها 100 وتطلع الحقائق حسب تقرير بسيوني كما كانت. حط لي فاصل يا اخي، حط لي فاصل لا تنبط شبدي واطلع من طوري وبعد بواصل.